الحفله بتاعتنا النهارده على واحد اسمه الهجاص، وانا مش هسميه الهجاص، هسميه عطف الطاير، وهقول لك ليه في اخر الفيديو انا هسميه عطف الطاير. يا لهوي! ما تخافش يا حبيبي، مش هدوس عليك قوي والله. احنا ما نختلفش عن عطف الطاير كلاعب كويس جدا وكان مكسر الدنيا مع النادي الاهلي ومع نادي الزمالك، انما كمدرب لو عندك فريق وقرفان منه وعايز ينزل للدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه هات له عطف الطاير، وهو مش هيبخل عليك وهينزلك الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه لو عايز كمان. انما بقى في التحليل ما بيعرفش يحلل اخره، يحلل بول وبراز ودم، وكمان مش هينفع لان ده عايز تفكير وعايز واحد بيفكر، وهو عنده دماغ بطيخه ما بيفكرش خالص. اهم حاجه عنده ان هو يطلع يغلط في ده ويغلط في ده، واهم حاجه عنده يطلع ترند وكل يتكلم عليه ويهري ويهجس، وعشان كده سموه الهجاص. بس انا من النهارده هسميه عطف الطاير وهقول لك ليه. عنده حرقان من النادي الاهلي، واي حد بيمثل النادي الاهلي عنده حرقان منه. معرفش النادي الاهلي عامل فيه ايه الصراحه، ما سابش مدربين النادي الاهلي، حتى موسيماني كسر الدنيا مع النادي الاهلي وجاب بطولات مع النادي الاهلي كانت غايبه عن النادي الاهلي، وطلع قال لك عليه ده هجاص ما ينفعش يدرب النادي الاهلي اصلا وما ينفعش يدرب الكره المصريه. ده حتى كولر كمان ما سلمش منه، كولر اللي عمل انجازات مع النادي الاهلي وكسر الدنيا مع النادي الاهلي طلع قال عليه ده هجاص ومدرب فاشل وما ينفعش يدرب النادي الاهلي، وهو عامل فيها جوارديولا العرب، واي فريق بيمسكه بينزله درجه ثانيه. وكمان ما سابش محمد هاني في حاله، ده حتى محمد هاني لما طلع لعب مباراه وحشه وهو متجوز طلع قال لك على محمد هاني هي الجوازه خلصت عليك. هو ده كلام يتقال يا جدعان ولا ايه؟ هو انت بتحلل ولا بتهري اي كلام وخلاص وعايز تطلع ترند على قفا الناس ومش سايب اي حد في حاله؟ حتى امام عاشور ما سابوش في حاله. مش بقول لك اي حد بيمثل النادي الاهلي بيطلع يتكلم عليه وخلاص وهجس عليه وخلاص؟ تعالى اقول لك بقى انا سميته ليه عطف الطاير. اصل النادي الاهلي كان بياخده في المواسير، مش قصدي حاجه تانية، كان بياخده في المواسير يجيب له مصاصه عشان يدلعه. ومش بس كده، ده كل ما الاهلي يكسب اي مباراه او ياخد اي بطوله يطلع يقول لك ده الحكام هي اللي اهدته البطوله دي، والحكام بتحتوي النادي الاهلي، والحكام بتحكم للنادي الاهلي، يعني جميع بطولات النادي الاهلي بالحكام يا عطف الطاير. احب اقول لك روح الصيدليه هتجيب مرهم للحرقان وهتاخد منه 7 مرات هتلاقي الدنيا هديت معاك. بس كده، يلا سلام.